والتي فيها الكويت والسودان وروسيا وكذلك البرازيل مع منتخب تشيلي. سقوط لاعب برازيلي، بعد ذلك اللاعب يستمر، وصلت كويتية من وسط الملعب، تصويبة أتت والتصدي من حارس المرمى. هدف أول للمنتخب الكويتي في هذه اللحظات. خطأ كان من الحارس سانتانا، لكن هدف أول يسجل لمصلحة المنتخب الكويتي في هذه اللحظات. هدف جميل بكرة وتسديدة كانت جميلة. سعود قاسم بهذه الصورة وبهذه التسديدة أخطأ الحارس البرازيلي، صدمت في القائم الأيسر وبعد ذلك واصلت طريقها إلى الشباك. وهدف أول يسجل لمصلحة المنتخب الكويتي في هذه الأثناء. إذن الكويت تتقدم في نتيجة هذا اللقاء. المنتخب الكويتي يبدأ قويا لحسابات هذه المجموعة الثالثة، والتي وكما ذكرت فيها السودان وروسيا وكذلك منتخب تشيلي. ركلة ركنية كويتية على يمين الحارس سانتانا، حارس مرمى المنتخب البرازيلي. هذا هو سعود قاسم اللاعب اللي سجل هدف، بينما هنا فرصة هدف ثاني. نعم، هدف ثاني لمصلحة المنتخب الكويتي. المنتخب الكويتي يبدأ قويا سريعا مميزا في هذا اللقاء، ويتمكن برعم المنتخب الكويتي من تسجيل الهدف الثاني في هذه اللحظات. حسين علي هو من سجل، حسين علي بالمهارة تقدم، حسين علي بالقدم اليمنى سدد كرة كانت قوية، لم يقدر على التصدي للحارس البرازيلي الحارس سانتانا، وبالتالي هدف ثاني للمنتخب الكويتي في هذه اللحظات. الكويتيون بهدفين في هذا اللقاء هنا في شوط المباراة الأول. كرة منقولة من الجهة اليسرى، محاولة المرور، تغطية دفاعية برازيلية، كرة عادت مرة أخرى، بعد ذلك المرور بصورة ممررة حاضرة، لكن أيضا تغطية دفاعية موجودة. بعد ذلك وصلت حسين علي، يتقدم حسين بمهاراته بانطلاقاته بتمريراته بمحاولاته، كرة وصلت كويتية، بعد ذلك المرور. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هدف ثالث ربما الآن. نعم، هدف ثالث يسجل في هذه اللحظات، لكن يا سلام على هدف بالنقلات الأولى، باللمسات الأولى، بالمهارات الحاضرة عند لاعب المنتخب الكويتي، لمسات ونقلات وبعد ذلك تسديدة فصدمت بالعارضة وعادت عن طريق اللاعب حسين علي اللي تمكن من تسجيل الهدف الثالث في هذه اللحظات بعدما تابع كرة صدمت في العارضة وعادت لحسين علي اللاعب اللي يتكفل بتسجيل هدفه الشخصي الثاني في هذا اللقاء، والهدف الثالث للمنتخب الكويتي في هذه المباراة. المنتخب الكويتي أقوى. ركلة ركنية للفريق البرازيلي في هذه اللحظات. لدينا اللاعب فلافيو كوسا على تنفيذ كرة أرسلت عالية، محاولة برازيلية وهدف. هدف أول يسجل المنتخب البرازيلي. إذن البرازيل والفريق البرازيلي يتمكن من التسجيل في هذه اللحظات، هذه المرة عن طريق المدافع تياغو كارفاليو، هو من تمكن من التسجيل. نعم، كارفاليو تمكن من تسجيل الهدف الأول في هذه اللحظات. أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل، والمنتخب البرازيلي يصل أخيرا إلى مرمى الحارس الكويتي الحارس عبد الرضا شاب، ويتمكن من تسجيل الهدف الأول في هذه اللحظات. المتبقي 3 دقائق، لكن في هذه البطولة وكما ذكرت الدقائق الأخيرة دائما ما تحمل الكثير من المفاجآت، وحملت الكثير من المفاجآت، ولنا في النسخة الماضية في النسخة الثانية